تعالي اما اقولك يا ست الكل، لو عندك كميه دهنه ازاي تحوليها بشويه دقيق وميه لسمنه بلدي بطريقه بسيطه جدا. هنقضي على ريحه الدهنه تماما، واكنك بتعملي اكلك بسمنه بلدي، وكمان كلها فوايد. وضحك عليك اللي قالوا لك ان الدهنه مضره، بالعكس يا جماعه، ده مفيده جدا عن السمنه النباتي اللي احنا بنشتريها. حلوه جدا وبتخلي جميع اكلاتك في منتهى الجمال. وايه رايكم بقى في الشكل الحلو بتاع الدهنه ده؟ تعالوا اما نشوف الشكل ده حصلنا عليه ازاي. اول حاجه بنجيب الدهنه بتاعتنا، بنشيل منها الكلاوي، اي حته لحم اي حاجه، ونشيلها ونرميها عشان لو سيحناها بتخلي ريحه الدهنه وحشه. نقطعها مكعبات، وبعد كده ننقعها 5 دقايق في ملح وليمون علشان يشد الدم ويشد اي ريحه غير مرغوب فيها. نشطفها بقى شطفه، وبعد كده نرفعها على النار زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالوا بقى نضيف اول اضافاتنا، وهي ورق اللورة والفلفل الحصى وكمان قرنفل يا جماعه. وده لازمته ايه؟ بيشد اي ريحه الدهنه اللي بتضايقنا اللي احنا متعودين عليها. بعد كده نرفعها على النار ونسيبها على نار هاديه لحد ما تاخدوا الشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده، سالت ونزلت كل اللي فيها يا جماعه. وهي بتسيح مش هتشم لها اي ريحه خالص، لانك ضفت الاضافات دي في الاول وغسلتها غسيل كويس وشلت اي حاجه غير مرغوب فيها. نيجي على الاضافه اللي بعد كده، هنجيب 4 معالق دقيق او 5 معالق، وبشويه ميه كده اهو زي ما انتوا شايفين، ونعجنها ونكورها وننزل بالكوره ديت في الدهنه. بس اهم حاجه بعد ما تسيل معانا وتنزل كل اللي فيها. وطبعا في حاجه ما قلتلكمش عليها، لكل كيلو من الدهنه هنضيف 4 معالق ملح، ده في البدايه خالص مع ورق اللورة والفلفل، لان ده هيبقى المضه الحافظه اللي هتحفظ لنا الدهنه. لان اكيد بعد ما هنسيحها هنسيبها في المطبخ، فاحنا عايزين حاجه تحفظها وهو الملح اللي هيحفظها. نفضل نقلب فيها كده اهوت لحد ما حته العجينه دي تاخد نفس لون الدهنه اللي انتوا شايفينه ده، تبقى ذهبي كده غامق. طب لازمه العجينه ايه؟ لازمه العجينه انها تمتص اي ريحه زفاره واي ريحه غير مرغوبه فيها في الدهنه. تمام. اهم حاجه امشي على الخطوات دي وعلى الاضافات اللي انا بقولها، وهتاخدي احلى شويه دهنه مسيحين، طعم وريحه السمنه البلدي. تمام. نبتدي بقى نشيل كل الحاجات اللي احنا ضفناها دي بعد ما حتة العجينة اللي معانا اللي احنا ضفناها خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة. تمام. وعلشان تاخدي لون الدهنة بعد ما تسيح زي ما شفتوها كده معايا في بداية الفيديو كده صافية يا جماعة، لازما من اول البداية تكوني مهدية النار ويكون عندك كده صبر شوية علشان تاخدي لون الدهنة الحلوة وما يتحرقش منك. طبعا حاجات خطوات بسيطة بس بتفرق جدا في النهاية. يبقى اهم حاجة النار بتاعتك هادية كده، وتفضلي كده هو تقلبي فيها وما تخليش الدهنة معاكي بعد ما تسلي انها تاخد لون غامق بجد، ساعتها مش تنفع لاكلك خالص وهتبقى ريحتها مش حلوه. تمام. يبقى شرط اساسي من نجاح الدهنه ديت في تسييحها هو النار الهاديه. خلاص نشيل بقى الحاجات دي كده على جنب، وتعالوا نضيف اخر اضافه هتخليها بجد سمنه بلدي سمنه بلدي، وهتعلي من شأنها وهتنفع زي ما بقولك لجميع اكلاتك. في الخطوه دي يا جماعه ممكن نضيف زبده، كيلو من الزبدة على 2 كيلو دهنة. طب احنا لو مش قادرين ومش متوفرة عندنا هنضيف كيلو من اللبن. بس في كل مرحلة سواء زبدة او لبن لازم ننزل تدريجيا، ما ينفعش ننزل بالكمية كلها، لان وقتها الدهنة هتكون سخنة جدا. لا اما نستنى تبرد وبعد كده نضيفها. طب قادرين نتحكم فيها يبقى هننزل تدريجيا، بعد كده الحرارة بتاعت الدهنة هتقل ننزل بقى بالكمية اللي معانا. تمام. يبقى في المرحلة دي لا إما نضيف كيلو من الزبدة، بأكد عليكم تاني، لا إما كيلو من اللبن، كل واحد ومقدرته. تمام. أنا جبت لكم الحلين، لا إما زبدة لا إما لبن. وننزل تدريجيا يا جماعة، مش قادرين نتحكم يبقى نسيبها تهدى شوية وبعد كده ننزل بالحاجتين اللي أنا قلت حاجة منهم. تمام. نهدي برضو النار ونسيبها كده بقى هتتحول معانا أكنك بتسيحي زبدة بالظبط، ونقلب فيها باستمرار يا جماعة علشان ما تاخدش لون. المرته اللي هتتحول طبعا اللبن دوت القشطه اللي فيها تتحول لمرته، ومش عايزينها تاخد لون بسرعه. احنا برضو عايزين نار هاديه لحد ما ناخد النتيجه المطلوبه اللي انت هتشوفوها معايا دي. تمام. ابتدت تغلي، النار بتاعتنا هاديه، نقلب فيها باستمرار. واحده واحده هتنتقل من مرحله لمرحله، دي تاني مرحله طبعا. ابتدت بقى تعمل معانا القشطه كده هوت مرته زي ما انتم شايفين. شويه هتبتديها بقى تلاقيها خدت اللون الذهبي الحلو ده، وخلاص المرته كلها تجمعت كده في قاع الحله زي ما هتشوفوا معايا. ابتدت تاخد اللون بتاعنا بقى الحلو الذهبي الحلو ده هوت. شويه هننتقل على مرحله تالتة بقى، هتكون خلاص بقى فصلت زي ما انتوا شايفين. وكل ده زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه على نار هاديه، ونخلينا بقى عندنا صبر شويه علشان ناخد نتيجه مرضيه في الاخر. تمام.
زي ما انتوا شايفين كده ابتدت خلاص بقى المرطة تتجمع كده تحت زي ما انتوا شايفين. وده شكلها بقى النهائي يا جماعة، حاجة كده اللهم بارك. بجد شكلها حلو جدا، ريحتها يا جماعة حلوة جدا بجد، ملهاش ريحة الدهنة اللي احنا بنتضايق منها. وادي المرطة، شكل المرتة بتاعتنا في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. وصلنا بقى للشكل النهائي بتاع الدهنة زي ما انتوا شايفين كده، بقى بردت وبقت زي الفل. نجيب البرطمان بتاعنا ويستحسن يكون ازاز، غاسلينه كده ومنشفينه ومعقمينه، وننزل بكمية الدهنة بتاعتنا. تمام. اللهم بارك يا جماعة، شكلها تحفة جدا. ما بالكوا بقى لو شمتوها وكمان عملتوا الأكل بتاعكم بالطريقة الدهنة اللي أنا سيحتها دي، بجد هتعلي من قيمة الأكل وكمان غير الفوائد بتاعتها. وزي ما بقول لكم هي أحسن 100 ألف مرة من السمنة النباتية. يا جماعة جيبوها واعملوها عندكم في البيت واحتفظوا بيها وضيفوها لجميع أكلاتكم. ده شكل الدهنة بعد ما صفت كل اللي فيها. ودي المرتة بعد ما ضفنا ليها اللبن. تمام. والحاجتين دول مش هنرميهم، ده احنا ممكن نستعملهم للطبيخ او المحشي. تمام. وده شكل الايه الدهنه بتاعتنا، اللهم بارك كده، طالعه نقيه كده وشفافه، حاجه كده في منتهى الجمال. جربوا طريقه تسييح الدهنه بنفس الطريقه، وكل اللي بيشتكي من ريحتها او طعمها بجد هيتغير طعمها وريحتها تماما بعد ما تمشوا على الخطوات دي. احلى طريقه تسييح الدهنه. وزي ما بقول لكم العجينه يا جماعه دي بتشيل كل الزفاره وكل الريحه الغير مرغوب فيها في الدهنه. وده شكلها يا جماعه طبعا بعد ما ايه خدت اللون بقى، جمدت معانا كده، مش مجمده ان هي بتضايقنا، لا ده مرمله طالعه اكنها زبده، يعني سيحتيها وتحولت لسمنه بلدي. وده شكل بقى العجينه. تمام. هنطلعها من الدهنه بعد ما بتاخد الشكل ده. هنا بوريها لكم وبقول لكم دي شكل العجينه بعد ما خدت اللون كده وايه ونشفت وحجرت وامتصت كل ريحه غير مرغوب فيها. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.